ازيكم يا اصدقاء؟ فاكرين لما قلت قبل كده ان لازم نذاكر ونهتم بالتغذيه البصريه؟ وهنا كلامي طبعا لصناع المرئيات، سواء فيلم ميكرز او مخرجين او مصورين او صناع محتوى حتى. وهو انا النهارده جايب لكم المواقع اللي هتساعدنا نذاكر منها كويس، سواء بقى من ناحيه تكوين الصوره او توزيع الاضاءه او حتى اختيار الالوان. وهنبدا باول موقع وهو موقع شوتديك، وده الموقع اللي ساعدني في فيديو عملناه هنا على قناة من فترة، واللي اخدت منه ريفرنس الوان من مشهد فيلم ماد ماكس، وبدأت اماتش الالوان على المشهد بتاعي. وموقع شوتديك عشان نبقى عارفين من المواقع المدفوعة واللي بيوفر لنا كمية كبيرة من الافلام اللي موجود، واللي هي تقريبا اكتر من 700 الف مشهد لحد الان، واللي تقدر تذاكر او تاخد منها ريفرنس للتلوين او الاضاءة او لتكوين الصورة. وهو كموقع مدفوع بصراحة هو استثمار كويس جدا، ده لو انت متاح عندك ان انت تدفع في حاجة زي كده. وما تنساش ان ليك اسبوع استخدام مجاني في الموقع ده، واللي انصحك بشدة في الاسبوع ده تاخد جولة في الموقع من اوله لاخره. طيب لو انا مش متاح عندي ان انا ادفع، تعالى بقى اقولك على المواقع المجانية اللي بتقدم نفس الخدمات، وهرتب المواقع، وده من ناحية المواقع اللي انا ارتحت في استخدامي ليها، وده من ناحية الترتيب والنظام بتاع المواقع وسهولة الاستخدام. واول موقع معانا وهو موقع سكرين ميوزنز، وبدأت بالموقع ده لانه اكتر موقع منظم وريحني في الاستخدام، وده لانه في هيدر الموقع فوق عامل لي كاتيجوريز، وبادئ بالموفيز والسينماتوجرافرز، ودي من الطف الحاجات في الموقع ده. وده لانه لو عجبك ستايل سينماتوجرافر بعينه تقدر تدور على اسمه وتشوف الليست بتاعته من الاعمال، وهنلاقيه بعد فئة السينماتوجرافرز عامل لنا فئة الاكتورز والدايركتورز، وبعدهم تيجي اهم كاتيجوري بالنسبة لي واللي بستخدمها كتير وهي الكالر لاب. ودي كاتيجوري تحفه للناس اللي بتلون وبتدوخ عبال ما تلاقي ريفرنس للوك معين جوه دماغك. واخر فئتين موجوده عندنا في الهيدر هي فئه الراندوم، ودي الفئه اللي موجود جواها الترتيب عشوائي للافلام والاعمال اللي موجوده في الموقع. اما اخر كاتيجوري وهي عن سلسله جيمس بوند خصيصه، والحقيقه مش عارف ليه الموقع مخليها مميزه قوي كده، بس عامة هتلاقي كل حاجة تخصها من أول دكتور نو لحد نو تايم تو داي. وآخر حاجة خالص عندنا في الهيدر على اليمين، وده هيكون السيرش بار بتاعنا جوه الموقع. وطبعا واضح من كلامي إن ده أكتر موقع لذيذ ومنظم وسهل في الاستخدام بالنسبة لي، وعامة هو أقرب موقع لشوتديك في الاستخدام، وده لأن فيهم مميزات كتيرة قوي زي بعض، وأهمهم إن إحنا ممكن نسيرش على لون بعينه عن طريق أي بانر ألوان موجود عندنا تحت أي شوت إحنا بنتفرج عليه. ونخش على تاني موقع وهو موقع فيلم جراب، واعتقد ان ده موقع مشهور واغلبنا عارفينه. ومن الحاجات اللطيفه اللي في الموقع ده ان احنا نقدر نسيرش على اي فيلم من المقاس بتاعه، او ممكن نسيرش على البلد اللي اتعمل فيها اي فيلم. تالت موقع معانا وهو موفي سكرين كابس، واللطيف في الموقع ده الصراحة وهو سهولة الاستخدام، وان احنا حتى مش بنحتاج ان احنا نعمل تسجيل دخول عشان نبتدي نستخدم الموقع، ومجرد ما نفتحه نقدر نستخدمه على طول. وطبعا بخلاف ان هو بيوفر لنا كل فريم في العمل اللي احنا بندور عليه، وده بيكون من اول دقيقة لاخر دقيقة حرفيا. رابع موقع معانا وهو ستيلز فروم فيلمز، والحقيقة الموقع ده مشكلته معايا ان هو مش اسهل حاجة في الاستخدام، وده لانه غير منظم، وكمان ما فيهوش سيرش بار نقدر نبحث منه على اي حاجه احنا محتاجينها. وعشان ندور على اي عمل احنا محتاجين نشوفه داخل الموقع ده للاسف هنضطر نعوم بنفسنا لحد ما نلاقيه، وده للاسف هيخلينا نهدر وقت كتير جدا في الاستخدام وهيضيع وقت كتير علينا في الشغل. واخر موقع معانا وهو فان كابس، والمختلف في الموقع ده عن المواقع اللي فاتت كلها ان احنا هنلاقي جواه الافلام العاديه وهنلاقي جواه الافلام الانمي كمان. والمشكله بصراحه في الموقع ده بالنسبه لي وهي مساحه الاعلانات اللي موجوده داخل الموقع، واللي ممكن تشتت انتباهي جامد اثناء استخدامي للموقع، وده اعتقد لانه مساحتها كبيره بالنسبه لمساحه المحتوى المعروض جوه الموقع. واخيرا لو في فيلم او اي شيء بتدور عليه داخل الموقع ما وما لقيتهوش، دور عليه في موقع تاني وما تعطلش وقت. وعاوزك كده في الاخر تبقى خارج من كل المواقع دي باقصى استفاده ليك، سواء بقى بتجهز ستوري بورد او بتدور على لوك الوان او حتى توزيع اضاءه، المهم تبقى خارج مستفيد ووصلت الريفرنس بتاعك اللي انت محتاجه. ولحد هنا ويكون الفيديو
الفيديو بتاعنا النهارده خلص، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ونتقابل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.